لحد من وقت قريب كنا لما نشتري ازازه كوكا كولا زي دي نشربها ونرميها في اي باسكت، لحد ما في يوم من الايام كده قمت صحيت الصبح لقيت لك ناس ماشيه في الشارع، ناس محترمه كده وكرافتات ومدامات لابسه سينيهات وماركات وحاجات كده يعني، قاعدين بيلموا الازايز دي من الباسكتات اللي زي دي كده. بسأل في ايه يا جدعان؟ هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ قالوا لك اصل هولندا قررت من النهارده الصبح ما في الازاز دي ما تترميش، بتدفعي لها رهن وانت بتجيبيها من السوبر ماركت، بتدفعي لها رهن، فانت عشان تاخدي الفلوس اللي انت دافعاها فلازم ترجعيها تاني للسوبر ماركت عشان تاخدي الرهن بتاعك. فطبعا انت بقى حضرتك مش كل ازازه كوكا كولا هتجيبيها هتروحي نازله مرجعه للسوبر ماركت، فانت لازم تحوشي لك حبه حلوين كده زي اللي انتوا شايفينهم كده، كيستين حلوين، وتروحي واخده بعضك ايه بقى يا اختي ونازله بيهم على السوبر ماركت عشان ترجعيهم، عشان ترجعي فلوسك. طيب عارفين كم الكركبه بقى والقرف والازايز اللي مرميه هنا وهنا، وازازه مرميه على الارض وهنا في المطبخ، كميه الكركبه اللي بتبقى في المطبخ علشان تحوشي الكيستين دول وتنزلي بيهم، فحاجه يعني تخنق، حاجه تخنق. ليه؟ ما كنا حلوين، ما كنا بنشرب ونرمي في الباسكت. ليه طقت في دماغك مره واحده كده يا هولندا تقول لنا لا رهن، تدفعوا رهن؟ فانا متقريفه بصراحه، انا متقريفه خالص من الموضوع ده ومقرفني، ومش عارفه ابلغ احتجاجي الرسمي ازاي لهولندا. لو حد سمعني من المسؤولين هنا يبلغ احتجاجي الرسمي لهولندا. انا مش موافقه، انا مش موافقه على الكركبه دي. طبعا انا جايبه الكيستين دول وقاعده قدام السوبر ماركت دلوقتي ومقريفه وماليش مزاج ادخل، حد يجي بقى يدخلني. وبعدين بقى ايه بقى ده، في ناس ايه يعني، في ناس اخدت الموضوع ده بقى بيزنس وبقى دخل ثابت بقى عندهم. واخدين بالكم انتوا؟ يعني انا لقيت ناس كتير بتلم الازاز دي من الباسكتات في الشارع. ايه يا جدعان؟ وناس بقى طلعوا لك بقى تيك توك وفيديوهات على اليوتيوب وقال لك انا بدخل من 200 ل 300 يورو، معرفش ازاي برضو، مش عارفه انا بحوش في دول بقى لهم شهرين مش هيعملوا 5 يورو وانا داخله، مش عارفه. وبعدين وخصوصا بقى لو في بيت فيه اطفال، يعني الحاجات الساقعه دي ما بيستغنوش عنها والعصاير دي ما بيستغنوش عنها، فكركبه ملهاش اي لازمه بصراحه، ما كانش ليه اي لازمه القرار اللي ملهوش اي لازمه ده. فناس بقى يقولوا لك ايه بقى، ده انا عامل الشهر ده 200، لا عامل الشهر ده 300 من لم الازايز اللي في الشارع. فانا بقترح لكم هنا فكره بيزنس او مشروع، انا هعمل لكم شركه. الراجل طالع من السوبر ماركت اهو معاه تواليت بابير تقريبا نازل في الانبيدنج اهو، شفته اهو انا دلوقتي. بقترح بقى اعمل لكم شركه والمكم و... ونلم ازاز من الشارع. ده البيزنس اللي جاي، ده المشروع اللي جاي. طبعا انت عشان حضرتك ترجعي الازايز دي، الكياس دي انت مش هترجعي من السوبر ماركت وايديكي فاضيه، حتى لو انت مش محتاجه حاجه في البيت وثلاجتك مليانه، ما انت خلاص بقى كده كده وصلتي السوبر ماركت، تمشي ازاي يعني؟ فتقعدي بقى تلقطي حضرتك، يعني هترجعي بالكياس دي فاضيه، مش هترجعي بيها فاضيه. بصوا كميه الكركبه اللي انا نازله بيها من البيت، يعني تخيلوا دول كانوا في مطبخي من 5 دقايق، كانوا في المطبخ بتاعي كده كده. شوفوا مستحمله ازاي انا يعني مش قادره. ف انا مش مبسوطه، من هذا القرار يا هولندا، مش مبسوطه، وبلغك احتجاجي الرسمي. احنا نرجع زي زمان، نرجع زي الاول، نجيب ازازه الكوكاكولا نشربها نرميها، مش عايزين كركبه في البيت، مش عايزين كركبه، عشان انا محتاجه حد بس يجيني يلم لي الازايز دي من المطبخ ينزل يرجعها لي السوبر ماركت، وهتعمل فلوس والله، هتعمل فلوس، دي فلوس دي والله، وياخد الرهن ليه هو. عندي كميه ازايز انا محتاجه ترجع كل يومين للسوبر ماركت، ما اقولكمش بقى، ما اقولكمش. معرفش هولندا كل يوم تقوم تخترع لنا اختراع كده غريب، قال تقول لك الازايز دي برهن، فانت عشان ترجعي الرهن بتاعك لازم ترجعي الازايز. بصوا كميه الكركبه اللي انا نازله بيها من المطبخ، يعني انا مطبخي يستحمل الكركبه دي؟ مش كده هولندا. انا ببلغ
اعتراضي الرسمي واحتجاجي الرسمي لهولندا. انا مش موافقه، مش موافقه على القرار بتاعكم ده. حد فاضي بقى عشان يرجع لي الازايز دي؟ عشان انا مقريفه مش عايزه اخش السوبر ماركت. تعالوا نشوف بقى هنرجع كام النهارده من السوبر ماركت. بصوا كميه الازايز اللي معايا. والله انا نازله النهارده بس مخصوص عشان الازايز دي. انا مش محتاجه حاجه اصلا من السوبر ماركت. اما نشوف بقى هنعمل كام. طبعا انا عايزه لي نص ساعه عشان ارجع الازاز دي. انا هقفل وهرجع لكم بقى اشوف البون طالع بكام. بصوا بقى القرف. المكنه وقفت يعني لحد 3 يورو والمكنه عطلت. انا مش معقول هرجع بالازايز دي كلها البيت، الشنط دي البيت. فهم بيحاولوا يصلحوا لي المكنه دلوقتي. يعني حاجه بصراحه. اما نشوف هتشتغل ولا لا. بص بيقول لك اكسكيوز. خلاص وقفت المكنه. بصوا هنا خلاص انا رجعت الازاز كلها. بيقول لك خد البون بتاعك 11 يورو و40 سنت. وكان معايا بون قبليه قبل ما المكنه تعطل ب 3 يورو، يعني حوالي 14 15 يورو. يعني انا بيتي مكركب، قاعده بيتي مكركب كام يوم عشان 15 يورو. على فكره انا مره رجعت الازاز وسبت البون اللي هي الفلوس دي في المكنه ومشيت على بال ما استوعبت ورجعت ادور على البون ما كانش موجود، يعني سبت لهم الفلوس ومشيت. ويطلع واحد بقى على التيك توك يقول لك انا بعمل 200 300 يورو في الشهر من لم الازاز. اهو ده انا واقفه بقى لي نص ساعه يا راجل وبحوش فيهم، ما اعرفش بقى لي اسبوع ولا ايه المشاريب اللي احنا بنشربها عشان 12 يورو ولا 13 يورو. كلام فاضي. طبعا انت حضرتك رجعتي الازايز واخدتي بدلها فلوس، يعني معاكي فلوس وانت كده كده في السوبر ماركت، يعني مش هترجعي فاضيه، مش هترجعي بالشنط فاضيه. حتى لو مش محتاجه حاجه هتقعدي تلملمي ما احنا مش هنروح فاضيين بقى. نجيب ايه بقى؟ نجيب ايه يا عيال؟ جبنا قهوه. عايزه قهوه وعيش ونجيب كوكا كولا بدل الازايز الفاضيه اللي احنا رجعناها. نجيب ازايز تانية. طبعا بقى انت هنا خلاص رجعتي الازايز، مش هترجعي بالشنط فاضيه، فتروح حاطلك ميايه تملي بيها الشنط. لا ما ينفعش نرجع فاضيين، احنا كده كده في السوبر ماركت حتى لو احنا مش محتاجين حاجه.